هذا هو الايفون اللي انصحك تشتريه بعد ما ابل رفعت الاسعار، ولا واحد من هذولا ولا حتى الايفون القادم. واتوقع انك تقتنع بعد ما تشوف الفيديو. ايفون 13 وخاصه 13 برو ماكس هو اقدم ايفون انصحك فيه، هاتف قوي وراح يستمر دعمه حتى 3 الى 4 سنوات قدام. اما الايفون 14 تحسينات طفيفه جدا ما عدا النتو تغير شكله. الايفون 15 فيه تحسينات حلوه ولكن في مشاكل مثل الحراره. الايفون 16 صلح هذه المشاكل ولكن بتحسينات طفيفه. الايفون 17 و17 برو ماكس هواتف ممتازه حققن مبيعات هائله وكل شيء فيهم ممتاز الا شيئين: جسم البرو ماكس ينخدش بسرعه والذكاء الصناعي ما راح يوصل الا نهايه السنه. والايفون 18 و18 برو ماكس حسب التسريبات راح تكون تحسينات طفيفه الا في الكاميرا الاساسيه راح تتغير شوي. ولكن اللي يراقب ابل عن قرب يعرف ان السنه القادمه راح يمر 20 سنه عن الايفون، وابل مثل ما صنعت الايفون اكس وغير الايفون تماما متوقع انها تنزل جهاز مختلف تماما في 2027. وانا هذا الايفون اللي اشوف انه راح يكون فيه نقله نوعيه بعد الاكس.